ازيكم يا بنويتي حلوين؟ تعالوا النهارده بقى هعمل معاكم اقوى ماسك اتعمل على السوشيال ميديا لشروق. شروق عملت معانا ماسك من لبان الذكر والصمغ العربي، سهل جدا ويبان ان هو طريقته سهله. بس بجد لما جيت عملته الموضوع ما كانش اسهل حاجه. مبدئيا كده ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده لكل بنت، لان بجد الفيديو ده هيبقى مفيد جدا جدا، لان النتيجه فعلا مبهره. بس كان لازم ان انا اوريكم الخطوات والتريكات اللي انا وقعت فيها علشان انتوا لما تيجوا تعملوه يكون سهل، واعرفكم برضو التكلفة. انا اشتريت اقل حاجة من عند العطار الصمغ العربي. الصمغ العربي قال لي اقل حاجة 20 جنيه، وبرضو البني الدكر اعتقد ممكن تاخدي ب10 او 20. وبرضو جبت ب10 جيلاتين. وهنحتاج برضو في الوصفة ديت معلقة من القهوة. خدت بقى معلقة من لبان الدكر في كوباية ومعلقة من الصمغ العربي في كوباية تانية، ونزلت عليهم بمية سخنة وسبتهم لمدة يوم كامل. بس هنا التركية اللي انا هقول لكم عليها ان الصمغ العربي بعد شوية، يعني مثلا بعد 7 ساعات 6 ساعات لاحظت ان هو ما بيدوبش. فاضطريت ان انا احطه في الميكروويف وابدا ان انا اقلبه تاني بحيث ان انا اساعده ان هو يدوب. ودي كانت النتيجة بعد يوم. بدأت ان انا جبت بقى جهاز البخار بتاعي واديته لاخويا علشان اجرب عليه التجربة ديت. وقلت له بقى ان انا هعمل لك ماسك، بص هوهمك فيه وهطلع لك بقى كأنك قاعد في احسن، يعني عند احسن حلاق. وفعلا بدأ ان انا اعمل له البخار، وكنت انا بقى بشتغل في الوصفه خدت مني وقت كبير جدا عشان تظبط معايا وما ظبطتش بسرعه. بدأت ان انا اول حاجه بقى ان انا اصفي كل حاجه لوحدها. لبان الدكر صفيته في كوبايه تانية، وصمغ العربي في كوبايه تانية. وهي قالت ان انا هجيب حله وان انا اخد نص الكميه دي مع نص الكميه دي، واحط عليها معلقه من القهوه ومعلقه من الجيلاتين، وارفعهم على النار لمده دقيقه. انا مشيت على نفس خطواتها بالظبط. النتيجه معايا كانت عامله زي الميه، يعني ما كنتش اقدر ان انا احطه على الوش، كان هيقع لان ميه، انت بتحطي ميه على وشك هيقع. فحسيت ان الجيلاتين اللي انا جبته مضروب الصراحه، فاضطريت ان انا فضلت احط في التاني في معلقه جيلاتين وبرده ما عملش معايا. فرحت جبت بقى نص كوبايه الصمغ العربي اللي معايا الباقيه، وحطيت عليها بقيه الجيلاتين كله. كنت جايبه ب10 جنيه جيلاتين، وحطيت الجيلاتين كله قلبته، وبعد كده حطيته على المكونات اللي انا كنت حطاها. وبعد كده سبتها على النار لمده دقيقه لدقيقتين وظبطت معايا. بس عايزه اقول لكم ان هي لما ظبطت معايا كانت يعني لما بردت بقى خالص بقت لزجه جدا زي الجيلي. فانا قلت ان انا كل ما هعوز ان انا استخدمها هحطها على النار ان هي تسيح وكده. بصوا هنا بقى، بصوا هنا كان لسه برضو القوام ميه خالص، و مش قادره ان انا برضو احطه على الوش لانه كان هيقع. لكن لما حطيت بقيه الجيلاتين وبقيه الصمغ العربي ظبط معايا. فانتوا واحده واحده تظبطوا القوام، واحده واحده حطوا مثلا حبه جيلاتين مع صمغ، وواحده واحده كده هتشوفوا القوام ان هو بيتقل، وهتشوفوه معايا دلوقتي. هتحسوا كمان ان هو بينزل من المعلقه مش عامل زي الميه كده. لو وصلتوا معايا هنا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده لكل البنات، واستنوا بقى معايا لاخر الفيديو، بجد النتيجه هتبهركم. تعالوا بقى اقول لكم هنا بقى، كنت خلاص في المرحله الاخيره خالص بقى عشان اظبطها. حطيت بقيه الجيلاتين كله والصمغ العربي ورفعته على النار لمده دقيقتين، وبعد كده سبته على النار يعني دقيقتين كده. وبعد كده قعدت ان انا انقله من هنا لهنا من الحله للطبق عشان يبرد معايا اسرع. وفعلا ده اللي حصل. وبعد كده جبت اي فرشه عندي وبدات ان انا احطه على وش اخويا. بس الغلطه اللي انا غلطتها ان هو ما بيتحطش طبقه واحده بس، يعني انت بتحطي طبقه و تسيبيها تنشف ثواني، وتحطي الطبقه اللي بعديها، وبعد كده تسيبيها تنشف ثواني، وبعد كده الطبقه الثالثه. فاهمين؟ يعني وصلوا ان انتوا تعملوا طبقه سميكه على الوش عشان لما تيجوا تشيلوه زي ما انا هتشوفوا عليا انا دلوقتي. هنا بقى كنت بعمل لاخويا، بصوا الطبقه الواحده بتطلع معايا عامله ازاي، بتتكسر معايا، هي ما بتطلعش. لكن هنا لما عملت طبقتين بصوا بقى النتيجه بجد كانت مبهره جدا جدا، وفعلا بتطلع حاجات. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا عامله طبقتين، لا كان ممكن طبقه كمان ثالثه علشان تظبط معايا بقيه الوش. في الوصفه دي نسيت اقول لكم ان انتوا حاولوا ما تجوش جنب اي شعر حواجبكم بقى رموشكم،
لان بتاخد الشعر يعني. فبس لو جه ناحيه الشعر خلصي كل وشك، والحته اللي فيها شعر ديت حاولي ان انتي تمسحيها يعني بالميه، هتروح معاكي خالص. لكن ما تحاوليش تشدي الشعريه لان هي هتبقى عامله زي الايه، هتشدها معاكي. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. استنوني في تجارب جديده، ولو عملتوا التجربه دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات اخبارها ايه وايه اللي عملتوه. وما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.